بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. عندنا اخبار جديده النهارده وصفقات جديده وتصريحات عامله حرقان وعامله الشاط من الكابتن حسين لبيب، وكمان تصريحات للكابتن احمد شوبير بخصوص صفقات نادي الزمالك. نبدا اول حاجه طبعا بالتذكير. طبعا بنبارك لنفسنا وبنبارك للزملكاويه ان احنا ابطال السوبر الافريقي، ولسه اول اسبوع او تاني اسبوع بعد السوبر الافريقي بعد ما كسبنا الاهلي بضربات الجزاء. الف حمد والف شكر ليك يا رب، وبنتمنى ان احنا نحقق السوبر المصري عشان تبقى دي بقى القاضيه فعلا، دي اللي هتخلص على مجالس ادارات وعلى مدربين وعلى لعيبه. وانا متفائل باذن الله الزمالك يقدر يحقق نتيجه كويسه ويكسب بطوله السوبر المصري ان شاء الله، او حتى لو الزمالك ما كسبهوش وبيراميدز كسبه مصلحه لينا برضو. المهم اللي بالي بالكم ما يكسبهوش. نخش بقى على تصريحات الكابتن حسين لبيب. الكابتن حسين لبيب في برنامج عادي بيتكلم مع المذيع، بيقول له الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. تصريح عادي جدا وطبيعي جدا ان انا لو انا مثلا رئيس الزمالك فهطلع اقول لك الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. انا رئيس الاهلي هطلع اقول لك الاهلي اكبر قلعه رياضيه والاهلي نادي القرن والكده. رئيس بيراميدز هقول لك ان بيراميدز عنده فريق طموح وفريق بيسعى ان هو يعمل حاجه وكده. اكيد يعني مش هشكر في المنافس، مش هطلع انا رئيس الزمالك اقول لك الاهلي اكبر قلعه رياضيه في مصر. فالتصريح ده غريب جدا ان الاهلاويه زعلانين، وازاي يقول كده والاهلي هو اكبر قرار. يا ابني مفيش حد بيفكر بعقليه الاهلاويه دي. حاجه غريبه وشيء عجيب جدا. يعني هل مثلا رئيس مثلا برشلونه هيطلع يقول لك برشلونه احسن فريق في اسبانيا؟ عادي جدا. انت ايه اللي مضايقك؟ انت عايز ايه يعني؟ انت عايز الناس كلها تطلع تقول لك الاهلي ولا؟ حاجه غريبه جدا. وطبعا بقى الاهلاويه شايطين وزعلانين ومحروقين من التصريح ده. عادي يعني، وفعلا الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. ايه اللي مضايقك يعني؟ ونروح للتصريح الثاني. الكابتن احمد شوبير بيتكلم على لاعب ليفربول اللي الزمالك شاريه، والله ما فاكر اسمه اوريجا ولا اسمه ايه. المهم ان اللعيب ده لعيب ناشئ وكان موهبه كويسه ومتصور مع يورجن كلوب، وحصل له اصابه والاصابه بتاعته منعته ان هو يلعب. قعد حوالي سنه ونص ما بيلعبش. فاداره نادي الزمالك بتتعاقد مع اللعيبه الفري الفتره الاخيره واضحه زي الشمس. يعني بنتايك وكن ميشيلاك، معظم اللعيبه اللي الزمالك جابهم في السيزون ده كانت فري، والزمالك بيجيبهم ويلاعبهم وبعد كده يبيعهم يكسب فيه، وحتى على الاقل يبقى سعرهم حنين بدل ما نجيب لعيبه بسعر عالي زي ما حصل قبل كده وما نعرفش ندفع لهم زي ما كانت بتيجي علينا غرامات الفيفا. ده اتجاه يعني واقعي، مش هقول لك ان ده احسن حاجه، بس الواقع بيفرض عليك ان انت تعمل كده. يخرج بقى كابتن احمد شوبير بيقول لك انت مش معنى ان انت جبت لاعب من ليفربول ان ده نجم النجوم ومش عارف ايه. طب وانت يا كابتن شوبير ما انت عندك، ما بتتكلمش ليه على مشاكل الاهلي؟ ما بتتكلمش ليه على قندوس اللي طلع يعني فضح الدنيا؟ طلع قال لك ان ازاي في سماسرة بتاخد عمولات ووكيل لعيب بياخد عمولات عشان خاطر ان هو اللعيب ينضم للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كبير وما ينفعش الكلام ده. وتحول للتحقيق وعمل قلبان في القلعه الحمراء، والخطيب بذات نفسه فتح تحقيق عشان خاطر موضوع القندوس. امام عاشور والخناقه بتاعه المول، ولما ضرب فرد الامن وفرد الامن رفع قضيه، والموضوع بقى مشاكل بين لعيبه الاهلي وبين مجلس اداره النادي الاهلي بعد السوبر الافريقي وبعد قضيه منسي. كان الاهلي قبل السوبر يقول لك مفيش مشاكل عندنا واحنا ومفيش زينا والمبادئ ومفيش خلافات ومفيش مش عارف ايه. اول لما خسروا كل المشاكل بدات تطلع بقى. لعيبه منافسنا ولاعيبه شايله من بعضها، لعيبه بتاعت لقطه، لعيبه مش عايزه تلعب عايزه تتصور وهي بتحتفل، ولاعيبه جايه الماتش تعمل كده وتنام. فطبعا ربنا يقويكم على مشاكلكم. بس يا كابتن شوبير ركز شويه مع مشاكل الاهلي، انت راجل اهلاوي مالك ومال الزمالك، وخصوصا ان الزمالك بطل وفايز ببطوله السوبر الافريقي على حساب الاهلي مش على حساب اي حد. فاكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في تصريحات كابتن حسين لبيب، وايه رايكم في تصريحات الكابتن شوبير.
وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشيروا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشتركين اهلاويه وزملكاويه. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.